يا صباح الهنا وصباح السعادة، وحشتوني من اخر فيديو. طبعا سبتكوا شوية زي ما طلبت اهوت مع صوت الغسالة وصوت النظافة. انا كمان بعشق صوت الغسالة بجد حقيقة يا بنات، بحس ان البيت بينضف والبيت نظيف، وبحس ان انا عندي طاقة، وصوتها دايما بيديني طاقة والله. إيه، ربنا يا رب كده يدينا الصحة كلنا، ويعيننا على اللي احنا فيه، ويعيننا على الدروس اللي جت والمدارس. بجد الواحد ما فيش عنده طاقة خالص، طاقة خالص. إيه ان هو يبدأ دروس تاني ويبدأ مدارس تاني. مش عارفة، كل حاجة جت بسرعة، مش عارفة ان كنت انا لوحدي ولا انتوا زيي. قولي طبعا في الكومنتات انت عاملة ايه مثلا، وازاي بتمشي يومك، وازاي بتبدأ الدراسة، وازاي وبتذاكري ولادك ولا لا، والدروس اللي انت بتديها لهم. بتدي لهم كل الدروس في كل المواد، ولا بتحاولي انك توفري شوية، والمادة اللي تقدري تذاكريها للعيال مثلا في ابتدائي وكلام من دوت بتعملي ايه، والمادة اللي انت بتذاكريها لهم بتكون مادة ايه. انا عن نفسي بذاكر لبنتي في رابعة ابتدائي، بذاكر لها علوم ودراسات. العلوم بتاعتهم جميلة جدا، مشوقة جدا، وما هي صعبة يا بنات والله خالص. وكمان بذاكر دراسات ليها. انا من الناس اللي بتحب الدراسات وبحب التاريخ قوي. وبحب الدراسات عامة، جغرافيا وتاريخ بحبها. انا كنت بذاكر لابني لحد تانية اعدادي، بس السنة دي بقى هو في تالتة اعدادي، فلا هي سنة شهادة، فهسيبه بقى كده، هديله درس وان شاء الله ربنا يوفقه كده. يا رب اللهم امين. تأسيس الأطفال يا بنات عامة، لما بيكون عندك مثلا طفل في سنة وانت لسه بادئة كده، أول طفل حتى بالنسبة لك بيكون التعليم ليه سهل جدا، بتاخدي كل خبراتك وبتقعدي معاه واحدة واحدة، وبتحاولي ان انت تعمليه، ان انت تظبطيه يعني وتخليه يتأسس كويس. هنتكلم على موضوع المدارس وازاي بننظم وقتنا وكل حاجة، بس الأول تعالى نتكلم على اللهلوبة الشطورة، الغسالة دي اللي هي زي ما بيقولوا كده حتة بتلم ستة. زي ما كانوا بيقولوا زمان، كانت جدتي تقول الغسالة اللي هي العادية، عارفين الغسالة البرميل بتاعت زمان دي، كانت جدتي تقول الغسالة ديت بيبقى عندك حتة تتلكي لما ستة. فهو فعلا والله المثل ده. اما بقى طلعت الغسالة الهاف اوتوماتيك اللي قدامكم ديت، بجد فعلا انت بتبقى عايزه تخلعي كل حاجه في البيت، تغسليها فيها، الستاير، المفارش، الملايات، كل حاجه كل حاجه. والله يا بنات بجد حقيقي هي جميله جدا. هي بس مشكلتها انك بتبقي محتاجه في الصيف انك تغسلي فيها، بس في الشتاء بتبقى محتاجه غساله اوتوماتيك. طبعا اللي بيبقى عندها مشاكل مثلا في ايديها او ظهرها او كلام من ده، بيكون صعب عليها ان هي تطلع الهدوم بتاعت الشتاء التقيله بالميه بتاعتها كده من الغساله تحطها في المنشفه، فبتبقى صعبه عليها جدا ان انت تعملي كده. انا عامه يعني المنشفه بتاعت الغساله دي بعافيه شويتين، فانا بقوم ايه لما بيكون عندي مزاج كده، بقوم جايه واقوم جايباها، ممكن اشطف فيها عادي، بس بتنشف لا، مش بتنشف كويس. فانا ببقى محتاجه ان الهدوم بتاعتي تنشف بسرعه، يعني بتبقى مثلا قاعده على الحبل 3 4 ساعات كده، لان انا عامه يعني في منطقه ريفيه. هوريكم بقى منظر في اخر الفيديو، لازم تتابعيني لاخر الفيديو. هيجي بقى الزرع والخضره والبلح ازاي طرح عندنا، كل سنه وانتم طيبين، خلاص موسم البلح والعجوه والكلام ده كله، وكمان موسم الرز، وهوريكم الرز ازاي مزروع في الارض شكله حلو قوي.
بجد يا بنات. المنطقة الريفية بيكون فيها هوا، وكمان قدام بيتي واسع، يعني مفيش فيه حاجة قدامه خالص. فعشان كده الهدوم عندي مثلا بتقعد 3 4 ساعات، وتيجي تاخديها من على الحبل تلاقيها ناشفة جدا. ده طبعا في الصيف. انما في الشتاء لا، في الشتاء ممكن تبات، ممكن تقعد كام ساعة، وممكن تبات كمان. فانا بحاول ان انا اريح الغساله الاوتوماتيك عندي. انا عندي غساله فوق اوتوماتيك. طبعا انا كنت عملت فيديوهات قبل كده برضه للغساله الفوق اوتوماتيك. فحاولت بقى ان انا اعمل لكم النهارده بقى يوم الغسيل. هو يوم غسيل كله يعني عامه. في الغساله الهاف اوتوماتيك ديت، او الفوق، او اللي هي النص اوتوماتيك دي زي ما بيقولوا عليها. الغسالة دي بنات فريش 8 كيلو، دي بتاعت ماما الله يرحمها. فانا خدتها وبشتغل بيها زي الغسالة مع الغسالة التانية عامة في الصيف اكتر. انما في الشتاء لا، مش بقدر يا بنات. مش بقدر ان انا اشيل، لان انا عندي مشاكل في ظهري وكده وفي رقبتي. فمش بقدر ان انا اشيل يا بنات اللي هو الحفظ، مثلا الدفاية التقيلة، او الترنج العيل، او اللي هي الحاجات اللي بتبقى تقيلة بتاعت الشتاء. ملابس الشتاء عامة يعني بتبقى تقيلة، والقطيفة بالذات بتبقى تاخد وقت، بتشرب مية كتير وكلام من ده. فصوت الغسالة، طبعا كنت عملت فيديو قبل كده، قلت لي احنا بنحب، قلت لي ان انت بتحب صوت الغسالة. فانا قلت والله لازم اسمعكم صوت الغسالة في الاول كده، علشان تندمجوا كده وتحسوا بالنظافة بجد حقيقي. الغسالة دي كمان يا بنات ميزتها ان هي مش بتستهلك اوتوماتيك مسحوق كتير. بتغسلي معاها باي مسحوق، اي مسحوق ايا كان. انا طبعا زي ما قلت لكم قبل كده انا بوفر في البريل والبرسيل وطرق التوفير بتاعتي. شوفوا الفيديوهات القديمه هتشوفوني قد ايه ان انا بوفر واجيب المسحوق بتاع الغسيل والبريل بتاع المواعين والمعطر والكلور وكل حاجه بالشهر، وازاي بوفر فيهم كويس جدا. شايفين يا بنات الرغوه اللي قدامكم دي، واللي كانت قبل كده واللي هتشوفوها كمان شويه، ديت من الغسيل، من البرسيل اللي انا بجيبه، البرسيل السايب. والله يا بنات برغي بطريقه وبنضف نظافه. عايزه اقول لك ان الرغوه دي مع ان الميه مش نظيفه، شايفين الميه متسخه قد ايه، بس البرسيل من قوته بسم الله ما شاء الله بيطلع البقعه من اي حاجه. الرغوه اللي انت شفتيها قدامك في اول الغسيل كده، ديت الرغوه بتاعت البرسيل السايب. بجيب بالشكاره، من الشكاره كده 2 كيلو 3 كيلو على قد ما انا عايزه. طبعا يا بنات حطيتها بقى في الطبق البلاستيك ده، وقلت ايه هدوم العيال كده هخليها تتنفس. بقوم حاطه فاتحه الميه الحنفيه دي. انا عندي حنفيه في الحمام بتاعي، حطاها عاملاها كده واطيه شويه لخرطوم طويل كده، بشده وبحطه يا بنات. بيوصل عندي من الحمام لما البرندة بتاعتي بره خالص. بغسل السجاد على ايدي وبشطفه على السور بتاع البرندة يا بنات. لان طبعا انا دور ارضي مفيش تحت حد فمش هيتاذي. لما بيكون بقى ليا المزاج الحلو اللي انتوا شايفينه قدامي ده، قدامكم ده، بجيب الطبق الكبير ده كده. ما هو انا عندي طبق اكبر منه، بس بحب الطبق ده عشان ما بياخدش مساحه كبيره في الحمام وكده. فبجيبه كده وافتح الميه عليه واحط شويه. شايفين يا بنات الرغوه بتاعت البرسيل السايب لسه موجوده في الميه، برغم ان هي دي ميه تشطيف. فبعدين يا بنات بقوم حاطه فيها شويه من المعطر، واقوم حاطه بقى عليها الحاجات دي، واقوم حاطه عليها واقوم حاطه فيها الهدوم وكلام من ده. شايفين يا بنات هم شويه برسيل اللي انا حطيتهم، شويه برسيل جل، شويه برسيل جل صغيرين مع شويه برسيل من اللي هو العادي، واحط بقى الفوط. طبعا غيرت الميه، صفيت الميه وغسلت الغساله وشطفتها بشويه ميه نضاف خالص، وحطيت بقى ميه نضيفه للفوط بقى يا بنات. انا بحب اغسل الفوط بتاعتنا قبل الملايات بتاعه السرير. الفوط يا بنات احنا بننشف فيها وشنا وايدينا، فبحب ان انا اغسلهم قبل ملايات السرير. يعني تبقى الفوط الاول، بعد كده ملايات السرير، بعد كده ملايات السرير بقى عشان بيبقى دايسين عليها برجلينا، قاعدين عليها، نايمين عليها وكلام من دوت. لا انا مش بحب كده. بحب الاول الحاجه اللي احنا بنستعملها كويس كده، وبحط الملابس الداخليه يا بنات كلها لوحدها، كل حاجه لوحدها مع بعضها. الملابس الداخليه لوحدها، الفوط لوحدها، الملايات لوحدها، هدومي انا لوحدها. الغساله دي ميزتها كده، الغساله دي ميزتها انك ممكن تحطي مثلا ملابس البنات مع بعضها، وبعدين كده ملابس الرجاله لوحدها، وملابسك انتي لوحدها. ممكن الفرشه بتاعت السرير بتاعك انت لوحده، بعد كده الفرشه بتاعت اولادك لوحدها، كل حاجه لوحدها. انما الغساله الاوتوماتيك بتبقي محتاجه انك تلمي دوره بحالها، عشان طبعا توفير الكهرباء، والميه بتسحب ميه جباره. الغساله اللي هي الفوق اوتوماتيك ديت بتسحب
ميه كتير جدا لان بتشطف. بس اشهد لها والله بجد يا بنات انها بتشطف تشطيف عالمي، بتطلع الهدوم تحفه، مفيش فيها اي حاجه. عايزه اقول لك كمان ان الغساله اللي انا بشتغل فيها اللي قدامك دي، انا بشتغل عليها بنات بغسل فيها الكوتشيات، وبغسل فيها المشيات بتاعة الحمام كلها بتاعة المطبخ، وبغسل فيها الحفاظات اللي هي الخفيفة، وبغسل فيها الحفاظات والله الفايبر التقيلة. عندي حفاظات من 15 سنة الفايبر اول ما طلعت مبطنة كده تقيلة. صحيح بتبقى اخداها بس بتبقى تعبانة شوية في ان هي بتلفها. هبقى اوريك ازاي انا بغسلها، فبساعد الغسالة ان هي تلفها بس بتطلعها لي بتلمع، بتطلعها لي فله، ما اقدرش اغسلها على ايدي زي ما الغساله دي بتغسلها. بجد يا بنات الغساله ديت من الحاجات المميزه جدا، مطلعه لي الكوتشيات. وما ادراك بقى من كوتشيات العيال، والدروس بدات كل واحد عايز الكوتشي بتاعه يكون مغسول ومتظبط. انا كنت بجيب الفرشه بتاعه الكوتشيات دي وافضل ان انا ادعك فيها في الكوتشيات والاربطه بتاعه الكوتشي، خصوصا الابيض ده، الابيض الاوف وايت الكلام من ده. وهم طبعا طالعين لك في موضه ان انا لازم البس كوتش ابيض. فكنت اجيب الفرشه بتاعت الكوتشيات دي وافضل ادعك فيها وادعك في الاربطه بتاعت الكوتشيات لما تهدي يا اختي. كان بصي يومين، كل يومين اجمع شويه الكوتشيات بتاعتهم وافضل اغسل فيهم وانشفهم في الغساله. انا بقى المره دي حطيت بقى الكوتشيات البيضه كلها مع بعضها. عايزه اقول لك ان طلعت شمعه منوره زي ما بيقولوا، ما فيش فيها عكايه حتى يا ولاد. النعل بتاعها طالع فله، طالع فله، بسم الله ما شاء الله. والربطه بتاعتهم مفيش فيها عكايه، طالعه منوره. اولادي بيقولوا لي اول مره يا ماما الكوتشيات بتاعتنا تبقى بالنظافه دي، لا طالعه منوره بجد. عشان طبعا بيبقوا محتاجينهم، لان طبعا بقى اللي عنده كوتشي عايزه على الطقم دوت، اللي عنده كوتشي عايزه على الطقم ده، فبقوم مشطفاهم كويس جدا برضو في الطبق كده، واقوم حطاهم في الغساله اوتوماتيك يتنشفوا. هم يا ولاد ساعتين 3 وتلاقي الكوتشي نشف. بس طبعا بفتح الربطه بتاعتهم دي شويه، بهويها شويه وافتح اللي هو اللسان بتاع الكوتشي كده واوجهه للشمس. هما ساعتين والكوتشي بيتلبس ويبقى زي الفل. وطبعا دور بينا يا دنيا ولف بينا يا ساقية زي ما بيقولوا. يخرجوا، عشان طبعا عندنا من الاول البيت لحد مسافة بعيدة شوية، تراب مش مستفلت، عشان يطلعوا على الاسفلت بقى عشان يروحوا دروسهم ويركبوا المواصلات، فبتبقى مسافة عبال ما فبالكوتش بتنيل تاني وبيتعك تاني وتوسخ تاني. واغسلي يا ماما. ولا الشرابات اللي كانت لازم ادعكها على ايدي. طبعا غسالة الفوق اوتوماتيك، اللي هي الاوتوماتيك العادية دي، الاوتوماتيك يعني ما بتنضفش الشرابات كويس يا بنات والله. فكنت بضطر ان انا اغسل على ايدي بالشرابات وبعد كده احطها في الغسالة عشان تنزل فيها اي بقعة او اي سواد او اي حاجة. دلوقتي الغسالة ديت انا بحط فيها الشرابات والفها كام دورة كده، والله يا بنات بتطلع لي الشربات دي بسم الله ما شاء الله فله بجد فله. عايزه اقول لك شايفين احنا بنحب الغساله دي كمان عشان بتبين لنا قد ايه الهدوم بتاعتنا منزله منزل منها حاجات مش نظيفه، والميه ما كانتش مش احسن حاجه. بتحسي قد ايه ان انتي بجد في نظافه. شايفين يا بنات شويه البرسيل الصغيرين اللي انا كنت حطاهم، اللي هو البرسيل السايب يا بنات. وبجيب كيس كيلو او كيلو ونص ليدر ليندو باهي، اي حاجه انت بتحبيها. وبجيب معاهم كيلو او كيلو ونص من البرسيل السايب، معاهم الكيس اللي هو الباهي او ليندو او ليدر او اي حاجه من اللي انت بتستعمليها. حوالي الكيس ب65 جنيه. وبجيب كيلو ونص ب50 جنيه من البرسيل اللي هو العادي. والله يا بنات بسم الله ما شاء الله شايفين الرغوه قد ايه. انا كان نفسي بجد اوريكم قد ايه الرغوه بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. وقد ايه ان هي مطلعه الغسيل زي الفل زي الفل حقيقي. شايفين بقى ده بتاع الرينج لايت وقع مني انا، والله ما رضيت اشيله في المونتاج. قلت لازم تبصوا قد ايه المعاناه اللي انا كنت بعانيها علشان ان انا اصور لكم الكلام ده. طب لو لسه ما حطيتش لايك بقى والنبي حطي لايك، علشان التعب اللي الواحده بتتعبه في التصوير بجد حقيقي. لازم بتقعد مزنقه الحاجه كده جنب بعضها عشان تطلع بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده.
عشان اوريكم بقى ان احنا يوم الغسيل ده بيبقى يوم حلو قوي. والله بالنسبه لي انا بحب الثبت بتاع الغسيل بتاعي يبقى فاضي، وبحب اشوف الهدوم بتاعتي منوره كده على الحبل وشكلها حلو وريحتها حلوه. في ناس كتير بقى بتسالني بتقول لي انت ازاي بيكون ريحه هدومك حلوه قوي كده وانت بتنشر بتبقى ريحه مهففه؟ بجد يا بنات، على كل اللي بيعدي عليا طبعا عشان الندور ارض بقى وكده، فكل اللي يعدي عليا يقول لي ريحه غسيلك مميزه، ريحه غسيلك حلوه قوي. فانت بتعملي ايه عشان ريحه؟ طبعا انا بدات بقى احط الملايات دي، كساوي المخدات وكلام من ده. فبتعملي ايه علشان غسيلك يبقى ريحته حلوه كده؟ عايزه اقولك ان انا مش بحط المعطر الا في الغساله الاوتوماتيك، مش بحط المعطر الا بعد الغساله ما تشطف. بقوم جايبه المعطر، مهما عملتي وحطيتيه في الدرج بتاع المعطر هتتلاقي ان الغساله بتمص الريحه وما بتطلعش ريحته كويسه. فانا بقوم جايبه بعد الغساله بتاعتي ما تشطف خلاص اهيت، هي الغساله اوتوماتيك بتشطف، وما تشطفه بتقوم جايلك بقى اللي هي تبدا بقى تعصر. فانا في وقت العصر ده بقوم جايبه شويه معطر واقوم مدوباهم في ميه كده. شايفين يا بنات البلح طلع عندنا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. فبقوم جايبه هسيبكم بقى مع الورقه الريفيه وتستمتعوا كده لوحدكم. بنتي طبعا عماله تعاكسني وانا بصور البلح وكلام من ده. وده الرز يا بنات لسه صغير، بس مش عارفه الارض بايظه ليه بصراحه. فبجيب يا بنات المعطر ده وبقوم مدوباه في شويه ميه واقوم حطاه قبل العصر على طول، فبتطلع هدومك زي الفل. طيب بالنسبه للغساله الهاف اوتوماتيك او اللي انت شفتيها اللي انا كنت بغسل بيها دلوقتي دي يا بنات انا بحط في ميه التشطيف معطر. واحسن حاجه تعمليها اول ما تشطفي الهدوم تروحي على طول تنشريها وهي لسه طالعه كده مفحفحه كده من البتاع من الغساله في ديت. وبعدين ما تعصرهاش العصره اللي هي الجامده، لا، لو الغساله بتاعتك بتعصر نص على 5 خليها على 1 علشان تعصر لك حاجه بسيطه، يكون البتاع منديه كده شويه. طبعا بعد ما خلصت اليوم بتاعي ورحت الارض كده، اوريكم بقى الغدا بتاعنا. كنت عامله مكرونه بشاميل وهم اولادي بيحبوها جوسي خالص. لو لسه بالله عليكي ما حطيتي لايك للفيديو، حطي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين يا بنات هي مكرونه جوسي خالص والله العظيم بجد. وبعدين كنت لسه شايفين الدخانه لسه طالعه منها، هما بيحبوها سخنه وجوسي كده. بعديها بحوالي شايفين بقى الجبنه الموتزاريلا بتمط يا بنات، كانت تحفه بجد والله، كانت تحفه بسم الله ما شاء الله. بس طبعا بنتي كانت رايحه الدرس وعايزه تاكل دلوقتي ولازم ناخدها سخنه وجوسي كده. باي باي.